السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت الأحزان مستمرة في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وإعلاميين نادي الزمالك. لما يطلع خالد الغندور ويقول إن شيكابالا ما حضرش التمرين واتصل بيقول إن هو مش هيقدر يجي لظروف صحية، بيبقى هو كده بيقول إن أنا مش هقدر أجي التمرين، حزين على اللي عمله في مباراة النادي الأهلي وإنه ضيع ضربة الجزاء اللي كانت ممكن تكسب نادي الزمالك، فلسه حزين وتأثيره واضح عليه. يطلع شيكابالا بكومنت بيقول فيه حتى انت يا أزعة اللي بتتكلم انا مش زعلان، انا عندي ظروف خاصة وده اللي منعني اني اروح التمرين وده اللي خلاني اتأخر عن التمرين، غير كده لا، انما بنلعب كورة بنضيع وبنجيب ومفيش مشاكل في فوز او هزيمة بالنسبة لنا. بس ما تبقاش انت يا أزعة اللي تطلع تتكلم عليا. كلام كان بيرد بيه شيكابالا على خالد الغندور، ده اتكلم وده رد عليه، الاتنين بيخبطوا في بعض، حاجة ترجع لهم وحاجة براحتهم. وخلي بالكم ان الكلام ده ما كانش من شيكابالا بس، والكلام ده من 5 سنين لما كان موجود المستشار وطلع مع خالد الغندور في البرنامج، وطلع يتكلم مع خالد الغندور وما خللهوش، وكان الكلام واضح وصريح والكلام في الوش، وخالد الغندور غير ان هو بيحط وشه في الارض وما علقش على كلامه وقال اللي هو عايزه في حق خالد الغندور. ده اللي حصل. كل الناس متوقعة ان خالد الغندور مش هيتغير، انما هي دي طريقته وده اسلوبه، ده احنا ملناش دعوة بيه. انما هم في بعض بيخلصوا مع بعض، هم زملكاوية وعارفين لغة بعض وكل واحد بيفهم بيريح، والاتنين فاهمين بعض ولغة بعض وحاجة ترجع له. عمنا ميدو طالع بيقول ايه؟ طالع بيقول ان الاهلي كسب بجمهوره على السوشيال ميديا، انما الزمالك كسب بجمهوره في الملعب. انت بتتكلم على جمهور نادي الزمالك اللي كسب في الملعب، طيب انا هسمعك وهخليك تشوف جمهور نادي الزمالك ايه اللي كسبه في الملعب، كسب ازاي. ده اسلوب وطريقة قمة في الهمجية وقمة في قلة الادب. هنشوف مع بعض جمهور الزمالك كان بيقول ايه في الملعب، والنادي الاهلي جمهوره في دنيا تانية ملهوش دعوة ايه اللي كان بيتقال من جمهور نادي الزمالك. اسمعوا لجنة المسابقات، اسمعوا يا كل لجان مصر، ادي جماهير الزمالك اللي فرحانة في كل مكان. جماهير الاهلي بتغني اغنيتها في التالتة شمال، جماهير الزمالك ترد عليها تقول لهم التالتة شمال اوسخ عيال ابطال عالمين يا معرصين، زي ما انتم سامعين كده. فرق التربية واضح وفرق الاخلاق واضح، وكل واحد بيتبع اخلاق ناديه واخلاق اهله اللي ربوه. 45 دقيقة يا جماعة، جماهير الزمالك طول ال 45 دقيقة بتشتم في إمام عاشور بأسوأ الشتايم، ولكن هي تقول إيه؟ اللعيبة بتضرب المنظمين والجماهير بتشتم اللعيبة بتاعت الأندية المنافسة. تعليق لكم أنتوا. جمهور الزمالك يا جماعة، جمهور الزمالك. ما انت سمعت كده الفرق ما بين جماهير الاهلي والزمالك، جماهير الزمالك بتشتم في لعيبه الاهلي وفي امام عاشور تحديدا، جماهير الاهلي بتنادي السوبر اهو. الفرق واضح ما بين لعيبه وجماهير واداره. هو ده اللي كسب جمهور نادي الزمالك في الملعب. جمهور نادي الزمالك ما كسبش حاجة في الملعب، ده بالعكس ده خسر. والمشكلة كمان ان هو بره مصر مش في مصر. هنبص على الكلام بتاعهم ونشوف في لجنة المسابقات ولجنة العقوبات اللي بتطلع ما واخداش غير النادي الاهلي بس قدامها للعقوبات. في عقوبة على نادي الزمالك او على جمهور نادي الزمالك في الواقعة اللي حصلت دي اثناء مباراة السوبر المصري ما بين الزمالك والاهلي. في عقوبات هتطلعوها ولا حط في الدرج واركن عند العطار زي ما هو بيحصل، انما دي لو عند النادي الاهلي معلش نزل العقوبة فوري، دي ما فيهاش رجعة. هنشوف في قرار على نادي الزمالك ولا كفاية القرارات اللي هي طلعت عليه من الاتحاد الافريقي. بس علشان نخلص من موضوع ميدو،
ده كان كلام ميدو، ومش عارف انا اذا كان ميدو فعلا كان بيتكلم وهو واعي وفايق، ولا كان بيتكلم وهو شارب ميه ساقعه. دي حاجه برضو ايه احنا ما نعرفهاش، بس الكلام بتاعه يعني فعلا بيدل ان واحد ما كانش موجود ولا حاضر الموقف اللي كان حصلان. بالعكس، ده انت كنت موجود في الملعب وشايف جمهور نادي الزمالك بيقول ايه، وسامع وشايف جمهور النادي الاهلي الناحيه الثانيه بيشجع ازاي. انت عن نفسك موجود في الحدث وفي الملعب وسامع الكلام من الطرفين. تطلع وتقول الكلام ده، هل انت مغيب ولا انت طالع بتقول كلام علشان تحيي بيه الوضع اللي فيه الزمالك حاليا بعد هزيمته من النادي الاهلي؟ انت كل يومين وثلاثه تطلع بكلام تعمل بيه مشكله او تعمل بيه حوارات. انت فاهم انت بتودي الدنيا على فين والمصلحة مين؟ بس دي حاجة ما تخصناش احنا، دي حاجة تخصك انت، لان انت عارف قيمة نفسك ووضعك في الوضع الحالي ماشي ازاي مع الجمهور بتاع نادي الزمالك، وخصوصا جمهورنا احنا كنادي الاهلي. ده الوضع اللي حصل والكلام اللي طلع من كابتن ميدو. اما بقى اذا كنتوا عايزين تبصوا وتشوفوا وضعكم الحالي، اذا كانت لجنة المسابقات ولجنة الانضباط ما اخدتش اي عقوبة على نادي الزمالك، فجه القرار من الاتحاد الافريقي بعقوبة نادي الزمالك. الاتحاد الافريقي بيعلم على لجنة المسابقات عندنا ولجنة الانضباط عندنا، والاتحاد المصري كله بيتعلم عليه من الاتحاد الافريقي. عقوباتكم فين على لاعبتكم اللي عملوه في مباراة الزمالك وبيراميدز؟ ما عملتوش حاجة لغاية هذه اللحظة، ولا في قرار ولا عقوبات طلعتوها. انما الاتحاد الافريقي سبقكم وطلع القرارات وطلع العقوبة، بيعلم عليكم بيقول لكم استلموا العقوبات. انا اسرع منكم في القرارات اللي انتوا هتاخدوها لو هتاخدوا على جمهور نادي الزمالك، لو هتاخدوا على نادي الزمالك، لو هتاخدوا على لعيبة نادي الزمالك. احنا رد فعلنا سريع، وده كان القرار. تعليق مكافأة نادي الزمالك خصم $300,000 وتعليق $100,000 تحت اي بند او اي ظرف في اي احداث ممكن تحصل الفترة اللي جاية من نادي الزمالك او جمهوره او لاعيبته في اي بطولة. ده الجزء اللي نزل فوري من الاتحاد المصري حصلش، ده جزء جاي من الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري وبلغ بيه نادي الزمالك. ده القرار اللي طلع واعلن عنه، ويمكن لو ما كانش اعلن عنه الاتحاد الافريقي ما كناش سمعنا عنه ولا كنا عرفناه، ولو كان جواب او حاجه زي كده كانت دخلت برضه الدرج مع وليد العطار. انتوا متعودين، مش حاجه جديده متعودين عليها. بس علم الاتحاد الافريقي على الاتحاد المصري، بيقول له عقوباتك فين؟ انا اسرع منك في عقوباتك، انت ليك وضعك وطريقتك عيش بيها، انما انا كافريقيا ليا وضعي وطريقتي اللي بعيش بيها، مش هجامل حد سواء اذا كان كبير او صغير. ده اللي حصل مع نادي الزمالك والاتحاد الافريقي في العقوبات اللي اخذها. نسيب بقى كده وضع الزمالك ودنيا الزمالك واللي هو فيه والحوارات بتاعته، ندخل على النادي الاهلي ومباراته اللي جايه مع نادي العين الاماراتي. نادي العين الاماراتي بطل اسيا السنه اللي فاتت، والاهلي بطل افريقيا السنه اللي فاتت. مباراه هتتلعب في الانتر كونتيننتال، انما مباراه ببطولتين مش بطوله واحده. مباراه اولها ان هي ما بين بطل اسيا وبطل افريقيا بيلعبوا الافرو اسيوي، دي مباراه. اما الانتر كونتيننتال اللي هيفوز فيها هيكمل وهيقابل الفايز من امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طبعا دي اللي بيفوز بيها بيقابل ريال مدريد في النهائي. ده البطوله الانتر كونتيننتال، فهي بطوله في الاول افرو اسيويه وليها كاس، والفايز هياخد الكاس وهياخد فلوس المركز الاول واللي كسبان المباراه. اما الثانيه هيكمل في بطوله الانتر كونتيننتال اللي هي بطوله القارات الخمسه، اللي هي البطوله الجديده اللي كان المسمى بتاعها القديم كاس العالم للانديه، اللي هي دلوقتي اتغير الاسم بتاعها وهي انتر كونتيننتال، واللي اتغير مكانها بكاس العالم المكبره للانديه اللي هتتعمل السنه الجايه. المباراه دي ان شاء الله باذن الله الاهلي قدها، والاهلي قادر يتغلب على العين الاماراتي. بس شفنا لعيبه العين الاماراتي وهي داخله ونازله من الطياره
وداخله من المطار عندهم حافز ونظره عينيهم بتتكلم على اساس ان هم عايزين يفوزوا بالمباراه. اما لعيبه النادي الاهلي، احنا كلاعيبه النادي الاهلي واثقين فيهم وعندنا ثقه في لعيبتنا رجاله وقدها، ولاعيبتنا لما بنطلب منها انها تبقى رجاله ما بتتاخرش وبتبقى في الوقت وفي التو عند حسن ظننا دايما. النادي الاهلي دايما معودنا ان هو في اي بطوله وقدام اي حد قدها وبيسد، والكفاءه ليه ربنا يوفق ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي في مباراه العين، وان شاء الله نحتفل كلنا مع بعض بعد فوز النادي الاهلي على العين الاماراتي باذن الله. السلام عليكم.